بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الآن الناس كلها شافت المهزلة اللي حصلت في ود مدني، والشعب ينتصر، والديمقراطية تنتصر، والحرية تنتصر بإذن الله. الآن ميدان مرنجان كان فاضي، الشوارع كانت فاضية، لكن بلوم كل المعلمين والمدراء بتاعين المدارس إنه الطلبة مشرورين في الشارع للساعة 1 للساعة 2. ذنبهم شنو؟ الأطفال ديل ما دام إنه فشلتوا تجيبوا كل الناس، ليه ذنبهم الأطفال؟ الأطفال ذنبهم شنو؟ أنا الرسالة بقت واضحة ووصلت. الخطاب بتأجل من الساعة 10 إلى الساعة 12 إلى 12 ونص. في النهاية الخطاب ما اتقال نهائي. الآن اللي بيحصل في الاستاد ده، الناس جات لي حفلة، ما جات لي أي حاجة. افتتاح مهرجان سياحة وتسوق بولاية الجزيرة. عشان كده البرنامج ناجح 100%. الرسالة وصلت لكل الشعب الحمد لله. دون أحد داير إنه كفاية خلاص. أنا البشير عرف قيمته، وأنا لو كنت في مكانه والله ما أواصل ولا أصل لقصر الجمهور، أتنازل من مكاني لو أصلا شجاع. يعني الشعب قال لا، لا للمؤتمر الوطني، لا للإنغاز، لا للإخوان. الكلمة وصلت واضحة، والرسالة بقت واضحة. الآن كل الناس الموجودين ديل تسلم يا حاتم هارون. الآن كل الناس الموجودين في الاستاد ديل عينوا للصورة كويس، كلهم طلبة طلعوا من الصباح لحد الآن ما أكلوا ولا حبة. أنا أتمنى أقل شيء يوفروا لهم وجبة يأكلوها. أول ناس جات لي الحفلة، لأنه اليوم الافتتاح بتاع مهرجان السياحة وتسوق ولاية الجزيرة، حيكون في حفلة وألعاب نارية الشعب ذاته ذي. كلمة البشير ما في دول حيسمعها أصلا. أنا الرسالة بقت واضحة لكل الناس. شكرا أهالي الجزيرة، شكرا أهالي في مدني، وشكرا أهالي في قرى مدني، وفي كل محليات الجزيرة، إنه الرسالة وصلت للبشير. الحمد لله إنه مدني ما فيها معسكرات بتاعت لاجئين عين تجمعهم ويجوك. والصورة واضحة. الآن شايفينه في الاستاد والبث اللايف بتاع تلفزيون السودان، هذا كذب ونفاق. الناس يجوا لحفلة أو يجوا لافتتاح مهرجان السياحة وتسوق. الكلمة الرئيسية المفروض تتقال الساعة 10، تأجلت للساعة 12، من الساعة 12 ل 12 ونص. في النهاية اتلغت الكلمة، قالوا بالاستاذ في المسا. أصلا البشير ما كان عنده كلمة المسا، كان المفروض احتفال عادي وحفلة وناي. لكن الآن عشان يداروا الخيبة بتاعتهم، حيكون عنده كلمة الآن في استاذ الجزيرة. لكن الحمد لله الشعب انتصر. أتمنى من كل الناس تشاهد هذا الفيديو تعمل شير. الحمد لله رسالتنا وصلت، وده دايرينه. نتمنى من كل ولاية السودان حذو ولاية الجزيرة، والاعتصام مستمر إن شاء الله. الصوت واضح يا شباب؟ تسلم أحمد الجزولي. شريف صلاح الدين، الحمد لله الرسالة وصلت. يعني ما دام هو بيضحك على الكيبورد، شباب الكيبورد الآن الشباب الرهل بيحصل شنو؟ لو الناس عانت في الصور قبيل في المصاطب في ميدان مرنجان، كان مكتوب فيها كلها احتصام احتصام احتصام. مدرجات فاضية. الناس الجو مجبور عليهم الطلبة بتاعين المدارس، أنو مجبورين من المدراء بتاعينهم أو الموظفين الشغالين في المحليات في الولاية. لكن كل حر شريف ما نزل. والآن الناس الموجودة في الاستاذ دي والبث اللايف الموجود الآن في تلفزيون السودان، الآن معروف للكل إنه الناس دي كلها جات لافتتاح مهرجان السياحة والتسوق. الآن كلمة البشير فشلت رسمي الحمد لله. والآن الرسالة وصلت لكل كوز، إنه البلد أسياد صحوا، أسياد أتوحدوا. كلمتنا توحدت الآن. كده ما حطول عليكم كتير. أتمنى الفيديو ينتشر في كل الجروبات، في كل الفيس. أي ذول يكلم التاني إنه جزيرة قالت كلمتها اليوم في خطاب البشير. الآن أنا كنت بتكلم مع ناس في تلفونات في مدني، إنه طلعوا الطلبة من الساعة 9، الطلبة قاعدين للساعة 2 في شارع وما في ناس.
حتى ما وفر لهم وجبة للطلبة الصغار دي المساكين، جابوا عمر 7 سنة و9 سنة و10 سنة و11 سنة، ذنبهم شنو؟ رسالة للمعلمين، الناس دي مشوا أهلهم ودوهم المدرسة عشان يتعلموا، ما مشوا ودوهم عشان يستقبلوا الرئيس. وين وزارة التربية والتعليم؟ هي اسمها وزارة التربية والتعليم، يعني التربية قبل التعليم. ما دام أنا بأمنك على طفلي المفروض تحافظ عليه، وإذا ما في أصلا دراسة خليه يمشي البيت ياخد راحته. ما ممكن واحد طفل عمره 9 سنة أو 7 سنة تجيبه لاختبار الرئيس، حيستفيد منه شنو؟ لا الآن ظهرت مهزلة اليوم وأثبتوا فشل أم الكيزان، والرسالة وصلت لكل الناس وشافت بعينها، يعني ما في زول قال حاجة ولا أي شيء. عليكم السلام والرحمة. زاهر محمد آدم محمد إبراهيم، بإذن الله عصيان ضد الكيزان. والله عصيان عشان نبني دولة، ما عصيان عشان عصيان بس. أنا العصيان مفتوح من يوم 19. تسلم يا أخ منار. الآن الرسالة وصلت وكل الناس شافت بعينها. الآن أنا موجود، والهيلمان الموجود الآن في البث اللايف بتاع تلفزيون الجزيرة وتلفزيون السودان وتلفزيون قناة أنغام. الناس دي محتفلين بافتتاح مهرجان السياحة والتسوق ولاية الجزيرة، ومهرجان السياحة والتسوق المدني. الناس يجوا لحفلة، جاي يفرقوا عن هموم المؤتمر الوطني الكابيننا فيها. الناس جات تنشنة. لو شفتوا الناس دي كلها طلبة، أغلبية الطلبة ذول واعي وذول كبير ما فيش، بيضحكوا على منو نازل. تسلم يا ادمو باريس. تسلم منار، لك التحية انت. والله ما عندكم مشكلة، نجيب لك الاغاني الوطنية يا زاهر. الحمد لله ما في حاجة صعبة يعني بقت. والناس الان شافت الحاجات دي كلها بعينها، وشافت الخداع والكذب اللي بيحصل. الان الشعب ما ممكن تكذب عليه، كذبوا كتير، كفاية الكذب انتهى خلاص. الان الرسالة وصلت لكل الناس الحمد لله. والله كلامك صح. دي اليافطة قبل ما تخش على مدني قبل العبور، ابتسم انت في ود مدني. والله اليوم ابتسم كل السودان. ابتسم انت مع الاعتصام، وابتسم انت ضد الدكتاتورية. والله صح مدني الصمود. دي الأغنية تحية لأهالي ولاية الجزيرة وأهالي مدني. والله ال... اليوم حصلت مهزلة عديلة الحمد لله، وهو شاف بعينه. وشاف بعينه الحمد لله، يعني كانت أكثر من مهزلة. ونلتقيكم مشاهدينا الأحباب على شاشة قناة. والحمد لله الرسالة وصلت.
والله ولا انا اللي حصل ظاهر لكل الناس، حتى الناس لو فتحت كل المواقع الاسفيريه بتعرف الحاصل شنو. الان الرساله وصلت لكل الناس الحمد لله، وبش شاف بعينه يعني، وكل الطغاة شافوا. كده 5 دقايق كده وخليكم مع الاغنيه دي. اوكي اوكي. والله محمد عبد القادر ونتمنى الحمد لله الناس كلها انضمت. الموضوع الان بقى واضح، الناس كلها تتوحد. بس الان الكلمه اليوم العليا بدت من الجزيره. اتمنى من الناس تواصل الاعتصام من يوم 19. والله الناس زي ما نحن بنرتب يكون شغالين يرتبوا. نحن الان ترتيباتنا الاساسيه انه نحمي نفسنا، ما نطلع الشارع عشان ما فينا واحد يموت ساي فطيس. ديل هذا والله بجد ما يرحمون نهائي. ديل عشان السلطه من الواحد ممكن يقتل اخوه. عشان كده اتمنى من الناس كلها بعدها خلاص تجيب وقفه صح، وقفه مع بعض نتكاتف الحمد لله. واليوم الشراره بدت من الجزيره. الناس دي كلها شافت يعني خطاب البشير المفروض يكون عنده خطاب في افتتاح ملعب مرنجان وما حصل. البشير اليوم المفروض يكون عنده خطاب يا يوسف الساعة 10 في افتتاح ملعب مرنجان في مدني. ما جا ولا زول اصلا. يمكن اليوم اكو بدون من 30 او 40 نفر. جابوا الاطفال واطفال المدارس، وبعد الاطفال ذاته فاتوا خلوهم. الباصات من الغرة جات فاضيه. اجروا حفلات، في كل حفله عملوا لها بنزين، عملوا جازولين لكل الحفلات، وفروا له كل اللجنه الشعبيه. الناس ما جات. والان اللي بتشوفوه الان لايف في تلفزيون السودان اليوم افتتاح مهرجان التصوف بولايه الجزيره. معناه حيكون في حفله في الاستاد بتاع الجزيره، استاذ مدني. عشان كده البشير وقت قبل ما قال كلمته حيقول كلمته الان، عشان داير خجلته الجبال حصلت. هاي الناس موجوده الان، الناس جات لي حفله ما جات لي البشير. المفروض الرساله تعريف. افتح التلفزيون النيل الازرق، تلفزيون السودان، تلفزيون انغام.
الناس بالنهار المفروض يكون عنده كلمه في الافتتاح بتاع ملعب مرنجان، وما لقى زول يتكلم. اجلوا البرنامج بيكون الساعه 10، من 10 ل 12، من 12 ل 12 ونص. الطياره بتاعته لافه قريب ساعتين ما نزل، ما لقي جمهور اصلا يستقبله. كل الناس خشت في احراج. والان الموجوده دي حفله قدامك، اللي قدامك دي حفله اصلا افتتاح مهرجان التسوق الثاني ولايه الجزيره. الان الموجوده دي حفله الناس تعرفها كلها، انه الاعتصام نجح بالنهار اليوم. شوارع مدني فاضيه، ما في زول يشتغل بيه، اي زول في عمله، اي زول في شغله، ما في زول جاهه اصلا. عشان كده الناس بعد ده خلاص يعني توحدوا الصفوف وكلنا نرمي قدام انه يوم 19 ده باذن الله يكون اليوم الاخير لحكومه المؤتمر الوطني. والحفله كلها اطفال يعني، ما والله محمد قال حفله ولا جنة اطفال كلها شوفها. ما ده اطفال، اطفال واحد انا وديت طفلي اوديه المدرسه يتعلم كيف تقول حفله بدون اذن. والان الساعه كم موجوده في السودان؟ شو الضمان؟ شنو اللي بيجيبوا لي راجع انه سليم ما يتعوق ما ينضرب؟ الحمد لله انا صاحي والله يا يوسف. باذن الله النصر غريب باذن الله. كده استاذنكم 5 دقائق كده وباذن الله اديكم لايف بعد شويه. الاخ عثمان قال عاوز تفسير اللي حصل لنا ده، او صهيب. الحصل في المدينه كالاتي: البشير المفروض يكون عنده خطاب الساعه 10 في افتتاح ملعب مرنجان. الساعه 10 ما في حد جاء نهائي. اجلوا للساعه 12، ما في جمهور جاء، قاعد في الاستراحه بتاعت الملعب الجديده لحد 12 ونص. اخر شيء اجلوا الخطاب لملعب الجزيره بالليل، لانه الملعب معروف اليوم الاستاذ بتاع الجزيره فيه حفله بتاع افتتاح التسوق، مهرجان السياحه والتسوق ولايه ود مدني، او مهرجان السياحه والتسوق ولايه الجزيره. اليوم الافتتاح هيكون فيه حفله والعاب ناريه عشان كده بشير رجل خطابه من هناك، وقد فشل الخطاب قال يعمل في الاستاد اليوم. والان شايفين انتم كلكم في التلفزيون في كل القنوات بيضاروا في الخيبه بتاعتهم حصلت بالنهار، انه ما في قدر يشتغل بيهم، الشوارع كانت فاضيه. جابوا الطلبه بتاع المدارس عمر اولاد الاساس، اولاد الثانوي، اغلبيتهم ما اشتغلوا الموضوع، طلعوا من المدرسه اعتبروها انه اجازه وعطله فاتوا. لكن طلبه الاساس لانه طلبه ما بيقدروا يفوتوا لانه عندهم ترحيل، عنده ترحيل، انا ما اغلبيه المعلمين بيخلوهم ثابتين. حصلت حاجات غريبه رسمي وتضحك يعني. الحمد لله انتصرنا يعني، شباب الكبور تنتصر يا البشير الحمد لله. الغرض من الزياره الصباح افتتاح ملعب في مرنجان، والغرض الثاني حضر الحفل الساهر باستاد المدني الان، حفل شغال بمناسبه افتتاح مهرجان السياحه والتسوق الثاني. والان الشفع من البرد دايرين يموتوا في الاستاد والله.
عاين الصورة كويس، عاين الصورة كويس انت. الآن افتح التلفزيون شوف كويس، شوف الحاصل شنو انت. الرسالة بقت وصلت يعني، وصلت الحمد لله. وشكرا لأهلنا في الجزيرة. شكرا شكرا شكرا. يلا معكم سلام.